عشاق الملوخية بالجمبري يجمعوا لي في الفيديو ده. هنعمل احلى ملوخية بالجمبري، مش اي جمبري، ده جمبري سويسي يا جماعة. خدوا بقى طريقة الملوخية بالجمبري السويسي من بنت السويس. يلا بينا نسمي الله ونبتدي الوصفة بتاعتنا، عشان فيديو النهاردة حلو جدا جدا. ولو نفسك تاكلي ملوخية بالجمبري على اصولها، تابعي معايا الفيديو للاخر وما تنسيش تحطي لايك الجميل من ايدك. ويلا بينا نسمي الله ونبتدي الوصفة بتاعتنا. اول حاجه انا معايا هنا جمبري، ده كيلو جمبري متقشر، جمبري صغير يا جماعه بتاع الملوخيه، متقشر ومتشال منه الكيس الرمل بتاعه ومغسول كويس جدا بالميه والليمون. ومعايا ملوخيه خضراء انا جبتها وقطفتها وغسلتها كويس جدا، وبعدين سبتها تصفي ميتها وبعدين خرطتها بالمخرطه. معايا بصلايه متقطعه ناعم او مبشوره او مضروبه في الكبه براحتك. معايا راس توم كده مضروبه في المفرومه، ومعاها شويه كده من الكزبره، طماطميه مبشوره، والتوابل بتاعتي ملح وفلفل اسود وشويه كمون وشويه كزبره ونص مكعب مرقه بس نعلي التست بتاعنا. مفيش اسهل من كده. ويلا بينا بقى نروح على البوتاجاز ونشوف هنعمل ايه. هنا بقى معايا حله على النار، هحط فيها شويه كده من زيت الذره، ولازم يسخن كويس قوي. ننزل بقى بالبصله المبشوره. احنا هنا مش هنخلي البصله تاخد اي لون، احنا عايزينها بس تصفر، يعني تدبل وبعدين تصفر كده حاجه بسيطه. هو ده اللي احنا عايزينه. لقيت الزيت قليل فحطيت كده شويه صغيرين من الزيت تاني، وما تكتريش زيت. بصوا هي البصله بتاعتي اخدت لون اصفر خفيف. تمام، دلوقتي بقى هنزل عليها بالطماطميه المبشوره. وخلي بالك في المرحله دي ما ترفعيش ايدك، لان هي ممكن في ثانيه تلاقيها خدت لون غامق، واحنا مش عايزين كده خالص. اهو نزلت بالطماطميه المبشوره. طماطميه واحده كفايه نبشرها وناخد اللحم بتاعها ونرمي اي جلد من بره، مش عايزينه خالص. وما تكتريش طماطم عشان ما تخليش الملوخيه لونها احمر مش اخضر. احنا عايزين نحتفظ بخضار الملوخيه الحلو اللي احنا كلنا بنحبه. هحط هنا نص معلقه كده صغيره من السكر، وهقلب. هنزل بقى بالتوابل. هحط كده ده تقريبا نص معلقه صغيره كده من الكمون، ويعني اقل من نص معلقه صغيره كزبره. مننساش ان الطشه بتاعت الملوخيه يبقى فيها كزبره، فمش عايزين نكتر. وشويه من الفلفل الاسود، وهقلبهم كده مع بعض. وهحط نص مكعب المرقه، حابه تحطي المكعب كامل زي ما تحبي، بس انا مش بفضلها في الاكل يعني، فبحب احط بس حته صغيره تديني بس تست حلو كده وخلاص. ما بحبش بصراحه اكتر المرقه في الاكل. تمام، انا دلوقتي كده وصلت للمرحله اللي انا عايزاها. دلوقتي هنزل بقى بالجمبري. شايفين الدهون بانت عن يعني الزيت بان عن الطماطم، كده الطماطم بتاعتي اتسبكت كويس مع البصل. هنزل بقى بالجمبري والنار تكون عاليه، لان لو النار واطيه الجمبري هينزل الميه بتاعته. والموضوع مش هيبقى حلو خالص، فخلي النار عاليه وشوحي كده حلو في الجمبري عشان كله ياخد نفس التسويه. الجمبري اصلا يا جماعه معروف انه مش بياخد وقت كتير على النار، لانه بيشد لو استوى زياده عن اللزوم، بيشد كده في الاكل ومش بيبقى حلو. فيا دوبك بس هنشوح كده شويه. ولو نزل اي ميه استني لما يشربها تاني، ما تحطيش اي حاجه غير لما الجمبري يشرب الميه اللي نزلها. تمام كده الجمبري شرب الميه اللي نزلها، هو اصلا ما نزلش ميه كتير. كده مفيش اي سوائل في الحله. دلوقتي بقى هننزل بميه سخنه مغليه. ما ينفعش تنزلي بميه بارده ابدا، لازم الميه تكون سخنه جدا. واظبطي بقى مقدار الميه بتاعك على الملوخيه، يعني شوفي الملوخيه بتاعتك هتحتاج ميه قد ايه، لان مش هيبقى لطيفه او طعمها مش هيبقى حلو لو بعد ما الملوخيه استوت زودنا لها شويه ميه مثلا طلعت تقيله او حاجه. فحاولي تظبطي كده من الاول هيكون افضل بكتير. احلى مرقه جمبري يا جماعه بجد، طعمها هيبقى تحفه جدا اصلا من غير ما تحطي الملوخيه فيها. هنحط كده حته من التوم الني، وغلوتين كده، يعني الجمبري يغلي غلوتين بس عشان طعم المرقه كده يبقى حلو. هنحط بقى الملح حسب طبعا الرغبه. غلوتين بالظبط، وهننزل بالملوخيه.
دلوقتي بقى هننزل بالملوخيه، وزي ما قلت لكم يعني الملوخيه مخروطه. بصوا ما تخرطوهاش قوي، لان لو اتخرطت قوي هتلاقيها سقطت كده في قعر الحله. وهتيجي تاكلي هتلاقي نفسك بتشربي شوربه مش ملوخيه. فيا ريت تخلطيها حلو كده عشان يبقى العرق بتاعها حلو جدا، يعني بعد ما تتغرف او اثناء الاكل يعني. تقلبتين كده وغلوه واحده، لان احنا طبعا مش عاملين الملوخيه يعني بمرقه، يعني عايزاها ايه تغلي غلوه كده مع الجمبري، تاخد بس من الطعم حلو. بس الصح في الملوخيه لما بنيجي نعملها ان احنا اصلا مش بنخليها تغلي، فبس انا هنا عايزاها تغلي غلوه كده مع الجمبري عشان تاخد الطعم بتاعه. تمام. هنعمل بقى الطشه. عندي شويه برضو من زيت الذره، وعندي معلقه كده كبيره من الثوم. ونصيحه مني لما تيجي تفرمي الثوم بتاع الملوخيه، حطي له كده شويه من الكزبره الناشفه معاه وهو بيتفرم. هنا بقى هننزل بالكزبره، حوالي كده نص معلقه صغيره من الكزبره، او معلقه صغيره بس مش مليانه قوي، مش هرميه يعني، لان احنا حاطين كزبره في الاول، ما تنسوش الخطوه دي. اول بقى ما تاخد لون ذهبي حلو كده هننزل بيها على الملوخيه على طول، وهتاكل ان شاء الله احلى ملوخيه بالجمبري. شايفين اللون بتاعها حلو جدا؟ دلوقتي بقى ننزل بيها على الملوخيه. ما شاء الله شايفين الملوخيه لونها حلو قوي، وعشان ما حطيناش طماطم كتير فالملوخيه لونها اخضر، الطماطم ما اثرتش في اللون بتاعها خالص. كده بقى تمام. تقليبه بقى وخلاص كده هنغرف الملوخيه، وما شاء الله كانت حلوه جدا. تقدري بقى تقدميها مع رز صياديه، او تقدري تاكليها كده بالعيش، على حسب الرغبه وعلى حسب ما تحبوا الاكل. يا جماعه بيكون اذواق وكل واحد وذوقه. شايفين لونها حلو جدا، قوامها بالنسبه لي كده مظبوط، حابه تقليها اكتر حابه تخففيها اكتر زي ما تحبي، مفيش اي مشكله. اتمنى لو وصلتي معايا المرحله دي من الفيديو تحطي اللايك من ايدك، ويا ريت ويا رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.